السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ هانيين؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي داير مع الصهد؟ توحشتكم، سمحوا لي غبرت عليكم. والله الا كتكون شاداني غير شي حاجه، داكشي علاش يا كنكون عيانه يا كتكون شي حاجه اخرى شاداني، بحال مثلا ضياف ولا شي حاجه هكايا. داكشي علاش كنغبر عليكم، ما كنبقاش نصور. ولكن راه دائما نتوما في البال واليوتيوب في البال. كي راكم؟ عواشر مباركه، كيف فين وصلتوا مع التوجات ديال العيد؟ ايوا الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا، وباش ما كنتمناو يا ربي امين كلنا يحقق لنا الله اي حاجة كنتمناو. اي وحدة بغات شي حاجة الله يحققها ليها يا ربي امين، وبالنجاح لوليداتي ان شاء الله. هذه فترة ديال الامتحانات، الله ينجحهم والله يكون معاهم، والله يفرحنا حنا كوالدين، الله يفرحنا بهم يا ربي امين. المهم البنات، بديت معكم الروتين ديال اليوم من الصباح، الروتين ديال العيد. واخا ما كاين لا ذبيحة لا حتى شي حاجة، المهم الإنسان راه الشعيرة راه كتكون واخا بلا ذبيحة، المهم الإنسان راه كيكون كتكون صلة الرحم، كنفرحوا في هذاك النهار، كيمشي بنادم للمصلى يصلي، يعني كلشي الطقوس كتكون، رغم أن ما كتكونش الأضحية ما غنديروهاش، ولكن هذا ما كيمنعش أن الإنسان يحتفل مع أحبابه وصافي. هذا ما كان. المهم حنا حنا دائما خاصنا التوجاد، راكم عارفين المرأة المغربية والمرأة العربية بصفة عامة، أي مناسبة خاصك توجدي ليها. أنا رغم أنني كنت عيانة شوية وكان ضهري تاني ناض عليا، راكم اللي متبعني من زمان راهم عارفين. صافي كان واخا هكاك خصني ضروري نوض حتى أنا نجمع داري ونضرب عليها بتخميلة ونقاد، واخا ماشي بوحدي، المهم كاينة معايا صاحبتي اللي من زمان كانت كتجي كتعاوني، الله يكتر خيرها. ملي كنحتاجها ما كنقدرش نجيب أي وحدة، كنجيبها هي كنعيط ليها، معاونين مع بعضياتنا، كتعاوني وكنتعاون معاها وصافي، الله يكتر خيرها والله يجازيها بخير. رغم البعد بعيدة عليا، هذا هو العائق، ما هذا هو اللي كيدير، ورغم ذلك مسكينة كتقول لي لا، ملي تحتاجيني عيطي ليا، وسيرتو ملي يكون عندك الثقل عيطي ليا نعاونك، ما غتقدريش بوحدك. صافي البنات، بديت انايا بهداك داك البيت وداك السيجور اللي شتوني كنت كنجمع فيه، هذاك اصلا تخمل وتحيدت له الزربيه ديالو ومحطوطه باش تصبن. صافي غير جمعته، غير طرفتو هكايا، حيت كنا تمايا شربنا اتاي تما في الصراحه، ما شربناش ما فطرناش في الصالمونجي. ايوا صافي وجمعته قاديته، وصاحبتي ناضت كدير في حويجات اخرين. كانت سبقاتني، هي بدات تخوي في الكوزينه، صافي وخليتها تما، وعاد جيت انايا باش غاديه نعاونها. قلت لها عرفتي شنو، خصنا نسبقوا الصالون. صافي حيدنا الصالون، حيدنا لي الزربيه، اي بلاصه فيها الزرابي وتعرفوا مع الصهد دروكايا، صافي حيدناها. صافي وجينا ندوزو هنايا الدجاجه كيف شفتوا، حيدتها. دابا التفرتيت ديال الحلوى ولا اي حاجه الا كلينا هنايا، هاد الايام كانوا كيجيو الحباب وكياكلوا هنايا، ما بقات ليا حتى بلاصه مقره، كلشي الصراحه ترون. صافي وكان خاصني نحيد هاد الزاجه باش نضرب هاد الاسبيراتور اللي زوينه البنات، والله الا كنصحكم بها، زعما عمليه، سيرتو بحال مثلا هاد القنيتات هكايا والخويات ديال هاد الترخام اللي كاين في، اش يقولوا ليه هاد، ما عرفتش اش تيقولوا ليه، ديال العود. عرفتي كتحيد الغبره وكتحيد اي حاجه داخله لداخل، كتحيد هاد لاسبيراتور هادي، زعما الصراحه زوينه عمليه وخفيفه على اليد، دغيا دغيا كدوزيها هكايا. المهم نافعاني انايا الحمد لله. صافي حيد الزاجه وحيدت اسبيريتي داك التفرتيت اللي كيكون تمايا. صافي ومشيت للزاجه حتى هي حيدتها، وانا عارفه واحد البلايصه هي اللي كنحيد منها الزاجه، مخلياها عارفاها، ماشي من اي كل مره كنحيد، كنحاول من ديك البلاصه باش ما نخسرش الخشب ولا نخسر الصباغه ديال الطابله ولا شي. صافي كندير لها داك الميس وكنقلعها. صافي كناسبيري داكشي اللي كيكون طايح فيها، وكنمسح الزاجه مزيان من التحت للجهه اللي غادي تحط من التحت باش ما تبقاش مطبعه بالصبعان، عاد كندوز نمسحها الفوقانيه. صافي وهكا كملت الطابله حيدتها. صافي وجينا هنايا ما هزيناش، اختي العود وداكشي راكم عارفين دائما كنقولها لكم، اختي الشقه بالعقل بشويه بشويه. وصاحبتي رغم انها مسكينه معاوناني الله يجزيها بخير، ولكني قلت لها ما نهزوش، كان حيت اصلا كنا ديك المره كنا خملناهم، مسحنا العود وداكشي وكندوز عليهم الدواء، كندير لهم الدواء باش ما يكون الحشرات لا والو. وهنايا صافي غير حزنا بحال ما هكايا، مسحنا الحيط ودوزنا راسبيراتور، الصراحه كان كلشي نقي وجفنا. وصافي وكنرجعوا بحال ما هكايا السدادر. المهم اللي حيدنا الزربيه كتنقي تحت منا، صافي
وكترجعي باش كتحسي أنتِ كتحسي براسِك راكِ مرتاحة، إلا حيدتي ورجعتي وما مسحتي ما حتى شي حاجة أنا بعدا كيضرني راسي. صافي كنبقاو نرجعو، مسكينة هي معايا من هنايا كنتعاونوا كنجروا كندفعوا هكايا، الله يكتر خيرها وكنقول ليها دائما الله يكتر خيرك، صراحة إنسانة طيبة وتستاهل كل الخير، والله يعطيها صحيحتها ومسكينة معاونة مع الزمان عند وليداتها. ماشي عيب، ماشي عيب البنات، الخدمة ماشي عيب، الله يسهل على كل واحد، وحنا كنتعاونوا مع بعضياتنا، وأي مرا بغات تخدم على وليداتها وبغات تعاون راجلها الله يسهل عليها ماشي عيب، ولكن على شرط بين قوسين أن يكون الزوج كيستاهل. تعاوني انتي وياه ويكون ولد الناس ما فيها بأس، إلا كان ما يستاهلش راه ماشي بالضرورة الواحد يطيح صحته هكاكين، تخدم على راسها وعلى ولادها وصافي. المهم بين قوسين هادي وكل وحدة كتعرف شنو كدير. المهم أنا ماشي خبيرة ماشي كوتش، المهم أنا عام مجرد رأيي وصافي. المهم الله يسهل على كل وحدة، والخدمة راه ماشي عيب، اللي عندها دبلومات تخدم به، اللي عندها قرايته تخدم بها، واللي عندها دراعة تخدم به. المهم العوين مزيان، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. صافي هنايا كملنا هذيك الجهة كاملة، حيدنا الكوانات وداك الشيء، كانت بقات لينا غير هاد الجهة هكا، هاد الجهة اللي من هنايا حتى هي درنا نفس القضية، لأن الطلامط ديجا مصبنين نقيين، راه كنت شاركت معاكم ديك المرة صبنتهم بقاو نقيين، اللي ما كنستعملش هاد الصالون هذا بزاف، يعني هاد السيمانة اللي كنا دخلنا ليه، ولكن الطلامط باقي نقيين ما فيهم حتى شي حاجة. صافي وكيف شفتوني كندير فين ما كنخمل شي بلاصة كندير فيها داك الدواء، راه وريتو لكم زينتيك سميتو ولا زينتاك ولا والله ما عقلت على سميتو، هذاك ديال سرق الزيت واعر، ما كيخليش لا سرق الزيت لا حشرات. انا ما عنديش، ولكن هذا ما كيمنعش انني نديرو، كندير نقيطه على قد القياس ديال العدسه، كنديرو في القنيتات هكاكين، وتنديرو حتى في السدادر، ما كيخليش الحشرات وسيرتو سرق الزيت، انا ما عنديش ما تيدورش، الا دخل شي واحد من الزنقه كيموت. صافي هنايا البنات صافي كملنا الصالون، قلت لها اختي نجي نطيب لك الغداء، واحد شويه ديال الكفته كانت عندي، كان عندي واحد شويه غنقضي به هنايا، جات شي 20 درهم ولا 25 درهم ديال الكفته، خدت منه شويه وخليت منه شويه غنحتاجو في الليل. عليها هي انا عرفتوني ما كنتغداش وكليت معاها، ماشي ما كليتش معاها صراحه، شويه الكفته غير انا وياها، ما كاين لا راجلي لا ولادي لا والو. صافي درت شويه الكفته، غدا شحرتها بشويه الفلفله والبصله ومطيشه، بغيتها تتشحر مزيان، تشحرات مزيان وانا كنقضي معاها وكنطيب. صافي ورميت عليها هاد شويه ديال الكفتة كورتها وحطيتها خليتها حتى شدات راسها، عاد جيت نحركها، الا جيتي تحركيها وهي باقا يلاه كورتي راه كلها غادي تفرتت، كلها غتعجن، ما غتبقاش هكا كويرات. صافي بغيتها تشحر مزيان حتى تبقى ليا غير الكفيته وتلبس بهذيك البصله معسله هي والفلفله، كيجي زوين هاد الطويجين، انا كيعجبني كيعتق في المواقف بحال ما هكا، كيجيني ساهل ملي كيكون الشقه ولا التخمال كتحاولي ديري شي حاجه خفيفه. وهنا جبت البيض كنت بغيت نديرو فوق من الكفته، وهي ما كتبغيش الكفته مع البيض، قلت ليها مزيان في الصراحه راه انا ما كتعجبنيش البيض تيغطي على المذاق ديال الكفته البنات. المهم انا هذا رايي، الا بغيتي طويجين ديال الكفته بمطيشه وبصيله وداكشي تمضقيه بلا ما ديري البيض تيشرب داك المذاق كامل. صافي قلت لها ملي خارجين هاد البيضات عرفتي شنو غادي نخليهم خليهم نصبيهم في العشيه، نصبيهم واحد البسبوسه، خرجوا نخليهم. والله الا كنت موجده ما غنطربهم وندير معاهم شويه تربيع ونلوحهم فوق سميتها الساعه هي ما كتبغيش الكفته مع البيض. ايوا صافي قلت لها ماشي مشكل، صافي حطينا تغدينا اختي خير وبركه، اللهم اديما نعمه وحفظها من الزوال. هذاك شويه غير انا وياها وقريعه ديال المناضه وواحد شويه ديال البطيخ، صافي غير كلينا جلسنا استراحينا شويه، قلت لها اختي استراحي شويه، انا بدلت عليا لقيت راسي كلي فازقه. صافي وجينا حنايا المواعن راه مغسولين مقادين محطوطين، كيتسناو نرجعوهم بلاصتهم، خملنا هاد الشي كامل، كلشي مسحناه بالبرودوي، درت خلطت عاوتاني ديك الخلطه ديال شويه ديال الخل الابيض وشويه ديال السائل الاواني والماء. انا السائل الاواني زدت شويه القياس، بغيت نحس براسي غسلت، فهمتي، باش يعطيني شويه الرغوه، حيت هما ما كترتيش ما كيعطيكش كاع الرغوه، عا كتمسحي به. انا كترت شويه وهو اللي كنغسل بيه دروكايا، غسلت بيه الزليج، انا شاده جهه وسميتو صاحبتي شاده جهه. صافي غسلت هادشي كلشي مسحناه، البوطه حتى هي دوزنا على البوطه، ما كانش موسخه بزاف. المهم حتى هي خاصها دوز تدويزه عليها بحال ما هكايا، وكيف قلت لكم انا شاده قنت هي شاده قنت.
وأما الزرابي خليناهم حتى لغدا إن شاء الله، عاد غادي تجي إن شاء الله باش نصبنوا الزرابي. الصهد البنات، الصهد واحد الحرارة كاينة في المغرب راه ما نقول لكمش، عرفتي راه عرفتي تقول الجو ديال اوت ديال شهر 8 والله العظيم الصهد بزاف. صافي كي شفتوا البنات دابا ديك الخلطة اللي قلت لكم، الخل الابيض وقيله تقريبا واحد درت انا كاس ديال الخل الابيض، ودرت معاه تقريبا شي كاس حتى هو ديال سائل التنظيف. المهم كثرت انا من سائل التنظيف، هو ما خصوش يكون بزاف. المهم كيعطيو نتيجه زوينه صراحه، انا مجرباهم راه كيعطيونا، نتوما غيبان لكم هنايا في الفيديو، عرفتي راه كيمسحوا، راه ما كيخليوش داك الماعي ديال الصبعان، ما كيخليوش ليدام، ما كيخليو حتى شي حاجه. شوفوا لا هوت راه كان فيها ليدام، راه ما بقاش فيها. صافي ملي كندوز هادشي كناخد الزيف يكون فازق، كنمسح بيه وكنعاود المسحه الاولى والمسحه الثانيه، وفي الاخر كندير الزيف يكون ناشف صافي، وكنشف به كيخرج داكشي كيلمع، هو غير هاكا راه كيبان لكم راه تيلمع. شفتوا راه ما كيتبقاش حتى النقطه ديال الليدام ولا دوك النقيطات اللي كيكونوا ديال الزيت راه ما تيبقاوش، ما تيخليهمش هاد الخلطه هادي. المهم البنات دوزت انايا بحال ما هكا، انا كنصور لكم على الجهه اللي كنكون فيها انايا، انا صاحبتي ما كتبغيش تبان وصافي. وانا كنحترم اي واحد اللي ما كيبغيش يبان ولا اللي يبغي يبان، ما كنبغي نصور حتى شي حتى شي حد. ما علينا صافي كملنا البنات صافي ومشينا ديناها، مشينا حتى شربنا قهيوه. ما درناش الكوتي في الدار لانها تعطلت على وليداتها، خصها تمشي ليهم، صافي ديتها وصلناها. وغدا ان شاء الله تاني غاديه تجي، قالت لي مسكينه بلا ما تجيني الصباح راه انا غاديه نجي. وصافي البنات ملي مشات هي وصلناها المحاله، رجعت انايا مشيت للدار. هذوك البيضات اللي كنت قلت لكم خرجت صوبت بهم بسبوسه. هاد البسبوسه فنه من اروع البسبوسات اللي عزاز عليا، كاين بزاف ديال الانواع، والبسبوسه انا عز عليا انا المول الدار، وتا واحد في ولادي عز عليه. درتها وانتم راه عارفيني كنقول لكم دائما انا ومول الدار عزلنا عزلنا الكيكات اللي فيهم الليمون والحامض، وولادي ديال الشوكولاط، هذه معروفه كل واحد عندنا اشنو تيبغي. عندك هاد البسبوسه واحد الحلو، واحد الكيكه كنت تقاسمتها معكم بالمكسرات، هادو جوج طوب عندي انا ومول الدار، هادو هما الطوب. ما عليناش انايا صورتها البنات، ولكن ما غنتقاسمش معكم الوصفه كامله لاني غنزلها لكم بالتفصيل الممل، فهمتوا، لان هي ربما هي اللي غنديرها ان شاء الله في العيد. الا شاركت معكم قليل قدرت نشارك معكم الطابله ديال العيد راه غنديرها معكم، ما قدرتش. المهم انا هذه راني سجلت هاد البسبوسه وما درتهاش معاكم دروكا لان الفيديو غادي يجي طويل بزاف، وانا عييت البنات، حتى انايا حسيت براسي عييت. صافي طيبت لهم العشاء، انا مع كليت مع السيده في الغداء، لان العشاء ما غاديش ناكل معاهم. صافي درت لهم غير لي بات بالفرomاج وداكشي، وكنت شيط شويه ديال الكفته من ديك اللي طيبت في الغداء، هي اللي لحتها هنايا مع لاصوص طوماط، ماشي حاجه كثيره، واحد كميشه بحال ما هكا صغيور. صافي هي اللي درتها ليهم الغداء العشاء. وقطعت شويه ديال الفريز غادي نطحنوا لهم، شي الاخر غنديرو في الكونجيلاتور. وقطعت لهم شويه من البسبوسه، وهذاك شويه اللي كيبان لكم في المقله ديال لي بات، هذاك هو اللي غناكل انا. صافي ما ندير فيه لا فرomاج لا والو، واحد شويه غندير في طبيسين ليا، وهو باش غنتعشى انا ما فيه لا فرomاج لا والو. الشيء الاخر هذا اللي درتو في البيريكس غندخلو يتكغاتينا. دابا نبارطاجي معكم طريقتي في المكروني كتجي زوينه. صافي وغادي نحطها ليهم وكيف قلت لكم، وشويه ديال نقطع لهم شويه ديال البسبوسه، وهداك الفريز غادي نطحن ليهم شويه يشربوه كعصير، والشي الاخر غادي ندخلو الكونجيلاتور. صافي البنات هنايا انايا البسبوسه ملي خليت حطيت لهم هما غادي ياكلوا، مشيت انايا درت عليها هكا شويه الكوك، كنفندها بالكوك. بعض المرات ما كندير كل مره شنو كندير فيها، بعض المرات كندير غير صوص شوكولا فوق منها هكا، وكنحط منها بحال هذوك الطريفات اللي شفتوا ديال الفريز اللي مقطعه، كنقطعو بحال ما هكايا شرائح رقيقه، وكنزين كل مثلا كارويه فيها 4 ديال لي بول هكا، كنحطها في طبيسيل وكنديكوريها على حسب الناس اللي عندي ولا حسب عائلتي ولا اللي كاين. المهم كل مره وشنو كندير فيها. اليوم درت فيها غير الكوك هكا، كيجي زوين حتى هو المذاق ديال الكوك بالبسبوسه، راه كيجي زوين، راه كلكم عارفين البسبوسه مذاقها راه رائع. صافي انايا غنديرها بحال ما هكايا، وغنقطع لصاحبتي مع قلت لها راه غادي دير البسبوسه غدا غادي تجي باش نصب نص زرابي. قلت لها راه حقك هي راه غتشوف الفيديو، راه متبعاني، راه غادي تشوف الفيديو غادي تعرفني، راه انا كنقول لها انا كنخلي لك حقك ديال البسبوسه. صافي غادي نقطعها، غادي ناخذ شويه، غناخذ غير شويه، انا غادي ندوق معكم
وغنخلي اللي بغا ياخد منها راه غياخد. وكيف قلت لكم البنات هذا وعد مني انني غادي ننزلها لكم ان شاء الله في القريب العاجل الا بقينا بالحياه. كتجي فنه زوينه، قلت لكم من البسبوسات اللي كيعجبوني انايا. صافي غادي ننزلها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم، غنحاول في الفيديو القادم ان شاء الله ننزلها لكم بالتفصيل الممل. المهم نقول لكم عواشر مباركه وعيد مبارك سعيد. المهم قلت غادي نطلع لكم بهذا الفيديو لاني كنغبر كنقول مره نطلع لكم، نقول لكم عواشر مباركه وعيد مبارك سعيد، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله، والله يرزقنا ويرزقكم الصحه والعافيه والنجاح لوليداتنا يا ربي، تفرحنا بهم يا ربي امين. ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم بمشيئه الله. بسلامه.